يا مساء الفل والجمال، أهلا وسهلا بيكو معاكو نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. زي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت إن دي سلسلة شرح مبسط لكتاب سأعلمك أن تكون ثريا I will teach you to be rich للكاتب رامد سيسي. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الصرف اللي بيفرحك، وإنه مش عيب خالص إنك تصرف لو الصرف ده ليه مكان واضح. بس قبل ما نحط نظام لازم نعرف فين الفلوس بتتسرب أصلا. رامد بيقول أخطر حاجة على فلوسك مش قرارات كبيرة غلط، لكن عادات صغيرة متكررة كل يوم، زي قهوة كل يوم، طلب أكل سريع، اشتراكات نسيها، مصاريف صغيرة ومش فارقة. المشكلة مش في الرقم، المشكلة في التكرار. هديك مثال عملي من حياتنا. 100 جنيه في اليوم نقول بسيطة، بس في الشهر نلاقيها 3000 جنيه، وفي السنة 36,000. وهنا نبدأ نقول هو ده اللي كان بيضيع. احنا بنركز قوي في الحاجات الكبيرة وبننسى الصغيرة، عشان صغيرة ما بتوجعش مرة واحدة، هي بتوجع على مهل، زي صنبور بينقط، مش هيغرقك في يوم، بس هتلاقي نفسك غرقان بعد سنة. الفلوس مش بتطير، هي بتتسرب. أول خطوة مش إنك تبطل تصرف، أول خطوة إنك تراقب. عايزاك لمدة 7 أيام بس تكتب كل جنيه خرج منك، من غير حكم ومن غير جلد ذات، بس تشوف الحقيقة. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن حركة ذكية جدا هتخلي الادخار يحصل لوحده من غير ما تحس إنك محروم. افتكر، التحكم في فلوسك مش محتاج معجزة، هو محتاج بس وعي. ولما تبطل تستهون بالصغير هتكسب الكبير. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناكي كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.